الله الله حق لا إله إلا الله. لا يصح حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما أنت أهله، صل على سيدنا محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. في الحقيقة الشيخ محمد كفى وفى في كلامه عن الصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. لكن أنا يعني حاليا أريد أن أتكلم بصيغة الحوار فيما بيننا، الحوار فيما بيننا، ناخذ ونعطي في الكلام، لأني نحن كثيرا ما سئلنا عن شهداء الزلزال، شهداء الهدم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن شهداء الهدم بأنهم من الشهداء، شهداء أمتي كثير وصاحب الهدم شهيد. فرب العالمين سبحانه وتعالى إذا بدنا ننظر من هالناحية هي، رب العالمين سبحانه وتعالى أكرم أخانا وأكرم الأمة وأكرم كثير من الناس بأن اتخذ منهم شهداء. ما معنى أن رب العالمين سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء؟ أن رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمك بشهداء هم سيكونون شهداء لك بين يدي الله ويشفعون لك، لأن الشهيد يشفع لأهل بيته، ومن أفضل ومن أقرب من أهل بيته إذا كان غير والده. والده يعني نال عدة مزايا من هذا. أول شيء فقد الولد له ثوابه عند الله عز وجل. حينما تقبض روح الولد يقول الله عز وجل لملائكته: أقبضتم روح ابن عبد فلان، ثمرة فؤاده، ثمرة قلبه، هل قبضتم روحه؟ قالوا: نعم يا رب، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: ماذا فعل؟ قالوا: يا ربي حمدك واسترجع. قال: فابنوا له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. فرب العالمين سبحانه وتعالى أول ميزة، حتى لو لم يكونوا شهداء بشرك بالجنة. كيف مثلا قال كيف لما رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر 10 من الصحابة بالجنة، فهي جاءت بشارة لك بالجنة، جاءت بشارة بالجنة، أنه رب العالمين أخذ لك الولد وبشرك بالجنة وبشرك ببيت في الجنة، بشارة من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنت وكل إنسان مصاب بهذا المصيبة مبشر بالجنة، عليك فقط ماذا؟ أن تعمل عملا يؤهلك أن تموت على حسن الختام بإذن الله عز وجل. نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل، لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل. قال: إيه يا شيخي، طيب معناتها نحن أمة مرحومة ما علينا عذاب في الآخرة، معناتها خلص يعني نكون عاديين ما لنا مجبورين على الصلاة وشيء. طيب قلت له: ومن أدراك أنك إذا استهنت بفروض الله أنك ستموت على الإيمان وستكون يوم القيامة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة مرحومة، لكن أنت ضمنان في النهاية تموت على حسن الختام وتكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى فرضه وحفظ فرجه ضمنت له الجنة، أو احفظ ما بين فكيك وبطنك أضمن لك الجنة. قال: يا رسول الله أرأيت إن صليت فروضي الفرض ولم أزد على ذلك الجنة على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن صدقت فنعم. فإذا لا تستهن بفروض الله حتى ييسر الله لك ويختم لك على الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والجميع كانوا يستعيذون من سوء الخاتمة ويسألون الله حسن الختام. فأنت حاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نضمن فروضنا، صلواتنا، واجباتنا، نؤدي حقوقنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لنا للجنة. كيف؟ حينما قدمنا هؤلاء الأولاد وحينما صبرنا على فراقهم
وحينما حمدنا الله عز وجل واسترجعنا فبشرنا الله عز وجل ببناء بيت في الجنة وهو بيت الحمد. عدا عن أن الله اتخذ شهداء، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمنا، هذا إكرام، ويتخذ منكم شهداء. هذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى أن جعل لك مرتبة يوم القيامة. يوم القيامة أنت أبناؤك شهداء، يوجد عندك شهيد، لك مزية خاصة، لك مرتبة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. الخنساء لما مات 4 من أولادها، استشهد 4 من أولادها في معركة القادسية، قالت لهذا الموقف أعددتهم وعند الله احتسبتهم. السيدة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها في غزوة أحد، قيل لها أبوك وأخوك وأولادك استشهدوا في سبيل الله، قالت لا تحدثوني عنهم، حدثوني عن رسول الله كيف هو. كل مصيبة بعده جلل، كل مصيبة بعده بتكون. لذلك من أصيب بمصيبة فليتعز بمصابه به. النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بمصيبة اتذكر مصابك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تصب الأمة بمصيبة مثل مصيبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده ماتوا أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم مات جميع أولاده حتى آخر أولاده. إبراهيم رفع إليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفرف يعني الروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. السيدة خديجة رضي الله عنها كما أيضا ابنها الكبير القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم رجع قالت يا رسول الله درت لبينة القاسم، يعني بعد ما دفنته هو مات من الجوع لم تدر لبينته، فبعد ما دفنوه قالت يا رسول الله درت لبينة القاسم. يعني سبحان الله لو أنه قبل بيوم أو قبل بساعات ما كان مات من قلة الغذاء لأني ما في رضاع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن أريك مقامه في الجنة؟ قالت بل آمنت بالله ورسوله. فرب العالمين سبحانه وتعالى ضمن لك ياهن شهداء في الجنة، عليك تضمن نفسك. كيف تضمن نفسك؟ أن تضمن نفسك أن تحافظ على فرضك، أن يبقى لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. والله لا يهدئ روع القلب مثل مواصلة ذكر الله عز وجل، مثل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كثرة قراءة القرآن. أنت ماشي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله طب القلوب ودوائها، والله عافية الأبدان وشفائها، وروح الأرواح وحياتها، تحيي فؤادك. لنا أمثلة كثيرة في من فقد أولاده. سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فقد كل شيء، ماله وأهله وكل شيء، ورب صبر ومكث مدة طويلة. رب العالمين قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يعني إذا ذهبنا نتحدث عن هذه الابتلاءات تحضرنا آية وهو الذي يريكم نعمه ظاهرة وباطنة. طيب النعم الظاهرة معروفة، رب العالمين أعطانا مال، أعطانا صحة، أعطانا عافية، أعطانا أولاد. ما هي النعم الباطنة؟ النعم الباطنة هي الابتلاءات. ابتلاك بفقد حبيب، ابتلاك بمرض في جسمك، هذه نعم باطنة أنت تراها من حيث الظاهر ابتلاء، لكنها هي نعم باطنة منه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال شم رائحة مسكية، قال ما هذه الرائحة يا أخي يا جبريل؟ قال هذه رائحة مشيطة فرعون وأولادها، فحدثه بحديثها. قال كانت تمشط شعر بنات فرعون، وفي يوم من الأيام سقط المشط من يدها، فقالت
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لها ابنة فرعون: ومن هو الله؟ قالت: الله ربي. قالت: ألك رب غير أبي فرعون؟ قالت: الله ربي وربك ورب فرعون. فوصل التقرير إلى فرعون، أحضرها، قال: من ربك يا ماشطة؟ قالت: ربي وربك الله. فأحضر أولادها 2 أو 3 ووضع قدرا عظيما وأوقد تحته النار ووضع فيه الماء وأوقد تحته النار حتى احمر القدر. فجاء بأكبر أولادها قال: من ربك يا ماشطة؟ قالت: يا فرعون ربي وربك الله. فألقى ولدها الأول في القدر وطفت عظامه مباشرة على الماء. من ربك يا ماشطة؟ ربي وربك الله. ألقى ولدها الثاني في القدر، طفت عظامه على الماء. جاء بولدها الصغير عمره 2 أو 3 أو أسبوع بالكثير، رضيع. فهي أشفقت عليه، رضيع ما هو ذنبه؟ ربما واحد بيقول يعني في رضيع مات تحت الزلزال، في طفل، في نساء، ما هو ذنبهم؟ ما في شيء ما هو ذنبهم. والله أنت اللي نايم على فراشك أحوج إلى رحمة الله ولطف الله وعناية الله منهم. رب العالمين سبحانه وتعالى صاحب الهدم وصاحب الغرق وصاحب القتال في سبيل الله، وهذا الموت يهون عليه كل شيء. ووردت قصص كثيرة ممن عاشوا وكتب الله لهم أن يعيشوا، كيف حدثون عن لطف الله بهم وهم مردومون تحت. لا الذي يموت على فراشه يعاني من سكرات الموت أكثر من صاحب الهدم. أنت على فراشك أنت بلزمك لطف الله وعنايته أكثر من صاحب الهدم. هناك عندهم عناية الله عز وجل، مستحيل ربك يبلي وما يعين، مستحيل سبحانه وتعالى. فهو ماشطة فرعون أشفقت على هذا الطفل من حيث النظرة البشرية، أرادت أنه تتراجع. واليوم ربما لو تراجعت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رب العالمين سبحانه وتعالى يغفر له لأني أكرهت. لكن في أشياء أحيانا مواقف تكون نصر لفئة دون فئة. يعني هذا الموقف ليس مجرد موقف محسوب عليها فقط، وإنما هو سيكون موقفا نصرة لكل الموحدين في وقتها. موقف قوي سيكون. يعني واحد أحيانا بيطلع على الإعلام أو بيطلع بيعمل مقطع أو شيء، بيكون يعني مثلا قوى فريق الكفار أو فريق الفسقة على أهل الدين وعلى أهل العلم. هو ليس مجرد مقطع وعمله، وإنما كثر سواد قوم وسيلاقي جزاءه بين يدي الله عز وجل، لأن الآن فسطاطان لا ثالث لهما. فمباشر جاءها التأييد من الله عز وجل، إذا بالطفل الصغير ينطق ويقول: يا أماه تقدمي ولا تتقهقري فإنك على الحق وإن موعدنا الجنة. فألقى ولدها الطفل الصغير في الماء وجاء ليلقي بها. قالت: لي عندك طلب. قال: ما هو؟ قالت: أن تجمع عظامي أنا وأولادي وتدفنها في مكان واحد. قال: لك ذلك. فألقاها وهي تقول: ربي وربك الله. وبعد أن طفت عظامه وجمع عظامهم ودفنها في مكان واحد، وفي ليلة الإسراء بعد آلاف السنين شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة عظامها فالمسكية، وعرفنا الله عز وجل بسيرتها العطرة التي بقيت إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنها صبرت على موقف. الحياة ترى قصيرة جدا، يعني ما تساوي شيء. يعني أنت كم عمرك مضى؟ مثلا 50 سنة 40 سنة، ما تساوي شيء. يعني مضت وسيمضي، ولكن الحياة مواقف. هذا الصبر على قضاء الله عز وجل سيرفع لك راية يوم القيامة. مثل ما قال سيدنا الشافعي، أرسل رسالة لسيدنا أحمد بن حنبل، قال له: يا أحمد، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إنك ستبتلى فاصبر فاصبر يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة بفضل هذا الصبر، بفضل هذا الرضا بقضاء الله عز وجل. واحد بيقول إنه مثلا هي ضحت بأولادها، كم سيتألمون؟ لن يتألم شهيد، لن يتألم مكلوم. ألمه أخف من ألمك أنت الذي تموت على فراشك، أخف بكثير. رب العالمين خصوصا الشهيد في معركة الكافرين لا يشعر بالألم. أنت تشعر بالألم. لما سام ابن سيدنا نوح أحياه سيدنا عيسى، قال له: أتريد أن ترجع إلى الحياة الدنيا؟ قال: لا أرجع، لا أرجع وأذوق
ألم فراق الروح للجسد، ما بريد أرجع وأذوق هالألم مرة ثانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يهودي، وورد هذا وأورده الإمام السيوطي بسنده رضي الله عنه، قال قال له يهودي: إن ابنتي في وادي فلان قد ماتت، فإذا أحييتها أؤمن بك، فدله على قبرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلانة، فقالت: لبيك يا رسول الله. قال: جاءت تمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أورد الإمام السيوطي ذلك. قال: اخرجي إلى أبيك. قالت: يا رسول الله دعني عند ربي، فلقد وجدت ربي أرحم من أبيه. قال: فرجعت فأسلى فآمن ذلك اليهودي، آمن ذلك اليهودي. إذن إخوتي، من كان مع الله كان الله معه. أنت تكون مع الله، رب العالمين هو الذي أعطى هذه الأمانة وهو الذي أخذها. مثل تلك الصحابية الجليلة التي مرض ابنها مرضا شديدا، طفل صغير، ففي النهار تعب ومرض ومات ذلك الطفل، فجاءت وجمعت جاراتها وصلينا عليه ودفنوه. فجاء زوجها في الليل متعبا، لم تزد همه على هم، واسته بنفسها. قال: أين الطفل؟ قالت: هو نائم، اتركه الآن. وواسته بنفسها. تخيل تلك المرأة المؤمنة الصالحة الصحابية. قال: فجاء في الصباح، قال: الآن أريد أن أرى الطفل. سيذهب للصلاة بعد أن اغتسل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذهب لصلاة الفجر. قالت: قبل أن تذهب أريد أن أخبرك شيئا. استعرت وعاء من عند جيراننا، يعني طنجرة، استعرتها من عند جيراننا، والآن هم يريدون، منذ شهرين هي عندي، أصبحت ملكي وحقي، يريدونها. قال: يا أم فلان، يا أم فلان، يعني مهما طال بقاؤها عندك هي لهم، وهم أصحاب العارية، ومن حقهم أن يستردوها متى شاءوا. قالت: فإن الله استرد عاريته من بين أيدينا. عارية والله أخذ، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنت مالك شيء، لا الله عز وجل. عارية وأمانة بين إيديك، والله أخذهم بالوقت اللي هو بده إياه سبحانه وتعالى، من شان يكرمك ومن شان يكرمون. ربما رب العالمين بسابق علمه علم أنه ربما تكون منهم أو من ذرية من يفتتن بالدجال أو بالفتن التي كقطع الليل المظلم، فاصطفاهم سبحانه وتعالى حتى لا يفتتن أحد منهم، وحتى تكون الذرية مبرأة طاهرة بإذن الله عز وجل. وهنيئا لمن مات ولم يفتتن بالدجال، وأغلب البشرية ستفتتن إن لم يكن بالدجال بالفتن التي قبله، وفتن كقطع الليل المظلم وموتان عظيم سيأتي. أعاذنا الله وإياكم من قادم الأيام ومما سيأتي من الفتن. فرب العالمين اتخذ من هذه الأمة شهداء، حتى إذا كان منا من قصر أو افتتن قليلا، رب العالمين من هؤلاء الشهداء يرحمه ويصبره ويبعده عن الفتن كرامة لهؤلاء بإذن الله عز وجل. فلذلك نحن أمة مرحومة لأننا إن شاء الله سنعافى من الفتن بفضل من سبقونا بإذن الله عز وجل، حتى يلحقنا الله بهم. فلذلك قالت: إن الله استرد عاريته من بين أيدينا، فذهب إلى الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، ابنه ميت، لقيه مبتسما. قال: أعرستم تلك الليلة؟ أعرستم؟ قال: نعم يا رسول الله، يعني حصل بين الزوج وزوجته. قال: بورك لكما في ليلتكما. فمن تلك الليلة طلعت حامل. يعني ليش؟ بفضل صبر تلك المرأة، وأدرك 100 من أولاده وأولاد أولاده. من بعد هذا مات، رب العالمين أكرمه ب100 من أولاده وأولاد أولاده كلهم حفظة لكتاب الله. فرب العالمين له حكمة، ورب العالمين أكرمك، ورب العالمين أكرمنا جميعا، ونحن أمة مكرمة مرحومة، كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة لهؤلاء الشهداء. ومن يتصبر يصبره الله. والأمثلة في حياة الأنبياء والصحابة كثيرة، لست الوحيد ولست الأخير، ولك في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يحشرنا جميعا نكون إن شاء الله جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كمان نحن جينا إن شاء الله بكلنا نصيب من هذه الشفاعة إن شاء الله، لأن نحن يعني إن شاء الله كل من يلوذ بهم يعني الشهداء، يعني كرم ربك واسع، يعني إن شاء الله بنالنا من هذا الكرم، لأن جينا وقدمنا العزاء أنه ندخل في شفاعته. وما بينك وبينهم وبين لقائهم إلا الموت. قال: لأن المؤمن إذا مات
يأتي من مات من قبله من أصحابه وأحبابه، قال فتقول له الملائكة دعوه حتى يستريح من وعثاء الدنيا، من تعب الدنيا. قال فإذا استراح جاءوا إليه. تموت بده يجوا كلياتهم. شلون بيركين؟ هن بيركين بعالم حقيقي أكثر وواسع أكثر وأشمل أكثر، لكن لا تحكمه أجسامهم مثل ما تحكمون أجسامنا. يجلسون ويسألونك كيف فلان وكيف فلان، ما بينك وبينهم إلا هذا الحجاب، حجاب الموت، حتى تصل إلى عالم البرزخ ونجلس الجميع. لذلك الصحابة الله يرضى عنهم ماذا حينما يحضر أحدهم الموت ماذا يقول؟ وفرحه وطربه، يعني ما أشد فرحي وما أشد طربي. لماذا يا صاحب رسول الله أنت فرحان ومطروب؟ قال لأنني غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. حجاب، حجاب فقط يزول، وسترى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه، وسترى أحبابك وسترى أولادك. هي الحياة قصيرة، وما الحياة إلا دقائق وثواني. ورب العالمين سبحانه وتعالى جعلها قصيرة رحمة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللقاء فيما بعد الموت عليك أن تعمل وعلينا أن نعمل حتى نلاقي أحبابنا إن شاء الله، ونلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحشر تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. وربط الله على قلوبكم وألهمكم الصبر والعزاء والسلوان، وعوضكم خيرا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.